في وسط الصحراء كاين واحد الولد صغير كيتمشى وداير صبع ديال الانسان فمو. في هذا الوقت ويندام وصل للصحراء بالطوموبيل ديالو، بدا كيقلب وطلع لاعلى بلاصه باش يلقى المكان المناسب باش يصور الكسوف اللي جاي. من بعد ساعات ديال الانتظار قدر ياخذ تصاور زوينين بزاف ووجد راسو باش يرجع. وهو راجع للطوموبيل تصدم ملي شاف ولد اخر صغير كيبكي تحت الظل ديال شجره صغيره. ويندام سولو شويه ديال الاسئله وعرف ان الولد تايه وتلف على والديه، وعرض عليه يعاونو باش يلقاهم. مد يديه للدري باش يوقف، ومن بعد لاحظ ان يدو ولات موسخه بزاف. الولد كمل طريقه لوسط الصحراء وما سمعش لويندام اللي قال ليه بلي خاصهم يمشيو للجهه الاخرى فين كاين الطوموبيل. ويندام قرر يتبعو وبقى يسولو، ولكن الولد ما جاوبو على حتى سؤال. من بعد ساعات ديال المشيه الولد طلب مناضه، وويندام عطاه قرعه ديال الماء ديالو. لاحظ ان المنطقه ما فيهاش الريزو، شد الولد باش يرجعو معاه، ولكن الولد تخلع، دفعو بالجهد وهرب. ملي بعد عليه شويه الولد ابتسم لويندام وكمل طريقه وهو كيجري. ويندام لاحظ ان الماء اللي كان في القرعه ديالو كله تخوى على الارض، ورجع يقلب على الطوموبيل ديالو. اكتشف انه تايه وما قادرش يخدم التليفون حيت ما كاينش الريزو. في الليل حاول يلقى شي بلاصه يتخبع فيها قريب من الصخور، ولكن ما قدرش ينعس حيت سمع صوت غريب. قرر يتبع الصوت ولقى قراعي معلقين فوق واحد الشجره، وواحد المراه كتغني تحت واحد الحفره بحال الواد. ويندام قرب باش يشوف مزيان وتفاجئ ملي شاف واحد الدار تما. لاحظ ان السلم قريب ونزل بشويه باش ما يطيحش. ملي وصل للدار دق الباب، ولكن حتى واحد ما جاوبو. ويندام دخل للدار ولقى الينا كطيب. ملي سولها على شي تليفون ولا طريق تقدر تخرجو، الين شرحت ليه انا ما عندهاش تليفون وعطاتو شويه ديال الماكله. بالرغم من الاسئله ديالو الينا ما عطاتو حتى جواب اضافي. هو ما كانش فيه جوع وشرب غير شويه ديال الماء. الينا كملات الماكله ديالها. من بعد العشاء الينا عرضت عليه يبات في الليل، وافق وما قدرش يمنع راسو انه يشوف فيها وهي كتبدل حوايجها. في الصباح ويندام فاق هو الاول، خرج بشويه باش يقضي حاجته وشاف رسمه غريبه في الحيط ديال الحفره. من بعد حاول يطلع من هاد الواد اللي داير بحال حفره غارقه، ولكن تفاجئ ان السلم ما بقاش. الينا مازال ناعسه وقرر يهز الكاميرا ديالو وياخذ بزاف ديال التصاور. لقى رسومات غريبه ملي كان كيقلب، ولاحظ باللي كاين واحد القفص وجمجمه ديال حيوان غريب. واحد شويه سمع الصوت وشاف الينا كتصاوب السطح. عاونها وسولها على السلم، ولكن الينا قالت ليه انها ما عرفاش فين مشى حيت الناس كيجيبوه وكيهزوه بعض المرات. قالت ليه ممكن يرجعوه من بعد. ويندام بدا كيطالب يعرف كيفاش يخرج من هذه الحفره، ولكن الينا شرحت ليه ان السلم هي الطريقه الوحيده باش يخرج. من بعد حاول يطلع في الحيط ولكن ما قدرش بلا معدات مناسبه، حتى الغوات ديالو ما نفع في والو. نزل عيان ومغبر، والينا قنعته يخليها تغسل ليه الحوايج ديالو. في ديك الليله ويندام خرج ملي سمع شي اصوات ولكن ما شاف والو. النهار الاخر بدا كيقلب في الدار ولقى شويه ديال الفاصمات ليديه وواحد المطرقه، وقرر يستعملهم باش يحاول يتسلق مره اخرى. وهو طالع في الحيط بدا كيسمع اصوات غريبه وتاكد انهم اصوات ديال الدراري صغار. على غفله شي واحد رمى عليه راس خنزير، وهذا الشيء خلاه يزلق ويطيح. ويندام فاق في العشيه مقصح بزاف حيت المطرقه دخلت ليه في رجليه. الينا دغيا جات باش تحيد المطرقه وجرات له للدار. لعده ايام بقى ويندام في الناموسيه كيهلوس من كثره الالم. بعض المرات كيحس بحال الا شي واحد معاهم في الدار. وفي نفس الوقت الينا دخلات في الدوره الشهريه ديالها واستعملات الدم ديالها باش تزيد دير واحد العلامه على الحيط. ملي ويندام بدا كيبرى شويه اكتشف انه ولا كيعرج وما قادرش يتسلق الحيط. من الياس خرج برا كيعيط وكيطلب المساعده. الدراري الصغار ما جاوبوش. ويندام بدا كيغوت وكيتمنى باش يرجع للحياه العاديه، وكيزوق الينا باش دير شي حاجه. هي ما رداش على الاسئله ديالو وقالت ليه انها تقدر تهتم به، ولكن هو طلب منها تخليه بوحده. في هذه اللحظه طلعوا شويه ديال الدراري فوق الحيط ديال الحفره، ويندام بدا كيزوقهم باش يعاونوه. وافقوا يعاونوه، ولكن سولوه على اللون المفضل ديالو. قال لهم بلي الاحمر. الدراري غبروا واحد المده وهو بقى مخبي تحت الظل باش يتخبى من الشمس اللي كانت كتحرق. بدا كيقلب في البسطام ديالو وتوحش الحياه القديمه ديالو. ملي رجعوا الدراري رماو ليه الحبل، ربط الحبل على نصو وما سمعش واحد من الاولاد اللي قال بلي كان خاصو يختار لون الازرق. الينا كانت كتشوف من الشباك وبداو الدراري كيجروا الحبل باش يطلعوه، ولكن وقفوا ملي وصل في الوسط. ويندام تعصب بزاف وبدا كيغوت عليهم وحاول يطلع الحبل براسو، ولكن الجرح ديالو تزاد عليه خلاو معلق لساعات والشمس حرقاتو. واحد شويه واحد من الدراري بدا كيبول عليه والاخرين كيجبدوا الحبل وكيلعبوا به وكيهضروا بلغه غريبه. ويندام تخلع بزاف وبدا كيتوسل وكيزوق الينا باش تعاونو. خرجات وبدات كتغوت على الدراري بهذيك اللغه الغريبه. طلقوا الحبل، ويندام طاح وضرب راسو مع حجره وهو يغيب. في العشيه فاق ويندام في الناموسيه ديالو وحاول يهرب مباشره، ولكن طاح من بعد خطوات قليله. ملي جات الينا تشوفو شرحت ليه ان الدراري متشردين في الصحراء، وزاد قالت ليه انه رجع ينتمي لهاد البلاصه وخاص السلوك ديالو يكون مزيان ويبقى ساكت الا بغى يعيش. من بعد طلعوا الدراري مره اخرى فوق الجبل وبداو كيبصقوا عليه. الينا كتعشى لداخل وما مسوقاش الغوات ديالو. ويندام بدا كيتقبل الحياه الجديده ديالو مع الينا،
لاحظ ان الحوايج ديالو تقطعوا، فعرضات عليه الينا حوايج جداد من صندوق عامر بحوايج الرجال، وهذا الشيء فاجئو. من بعد بدا كيعاونها في الزراعه، يزرعوا حبوب في بلاصه صغيره وسط الحفره اللي كانت شحال هادي واعد. وهو خدام، واحد من الدراري هبط ليه صندوق ديال الحوايج، ولكن الينا خداتو بسرعه ودخلاتو للدار. ملي سولها على منين جا داك الصندوق، تجاهلات السؤال ديالو وخلاتو يحتفظ بقرعه ديال الويسكي. مع الوقت والايام اللي دوز تما، ويندام بدا كيتعصب من السكات ديال الينا ملي شكى عليها، قالت ليه انه سكران ومنعاتو يشرب مره اخرى. داك الليل سمع ويندام الدراري كيديروا الصداع، خرج كيجري وتجاهل التحذيرات ديال الينا، وهو هاز فاس في يديه باش يحمي راسو. بدا كيقلب حتى لقى واحد من الدراري لابس بحال المراه، والدراري الاخرين كيضحكوا وكيجريو. الدراري تاروا انتباه ويندام وخلاو الدري اللي كان متنكر يهجم عليه ويلحس ليه وجهه ويعايرو بكلام خايب. ويندام دفعو ورجع للدار وبدا كيطالب شي تفسير. الين قالت ليه بخوف انه كيخلعها، ولكن هو بقى كيغوت. في التالي خدا القرعه وبدا كيشرب. ملي حاولات الينا تديه باش ينعس، رفض وقال لها انه ماشي ولد صغير باش تقول ليه شنو يدير، وقال لها بلي هو راجل وراجل بصح. الينا سكتات وبدات كتعرى. من بعد ما غسلات راسها عنقات ويندام وبقات معاه حتى نعس معها. واصوات الدري مازال كيتسمعوا برا. دازت شحال من سيمانه ويندام فرحان وكيشوف النباتات كتكبر. ملي كان كيخدم على ديك الارض، جا عنده ولد سميتو ليبوس وسولو على الطريقه باش كيزرع. ويندام بدا كيعلمو وكيقول ليه انه يقدر يعلمو اكثر في المستقبل. ليبوس شكرو وعطاه شويه ديال الحلوى ووعدو انه غادي يجيب ليه مناضله المره الجايه. ملي مشى ليبوس لقى ويندام خاتم وسوارت مدفونين في التراب. في ديك العشيه سول ويندام الينا على الرسمه القديمه اللي في الحيط. شرحت ليه انها ديال الام الاولى ماشي الام ديالها، وانها ما كتعرف عليها والو. الينا عاد قالت ليه انها حامله، ولكن قالت ليه انها ما كتوقعش انه يكون الاب ديال الجنين. ويندام تعصب بزاف وبدا كيتهمها انها مخططه لكل شيء، وقال ان الجنين ما خاصوش يتولد في هذه البلاصه، وعايره بانها مضبوعه ومجنونه. من بعد سمع صداع ديال الطيور اللي كياكلوا داكشي اللي زرعوا. ويندام خرج كيجري باش يجري عليهم، ولكن الزرع كان ديجا تعرض للضرر. الينا خرجت تعاونوا باش يحاولوا ينقذوا داكشي اللي يقدروا ينقذوه. في داك الليل ويندام ما قدرش ينعس حيت الينا كانت كتغني برا. واحد الصباح وهو كيجري باش يحافظ على اللياقه ديالو، شاف طياره دايزه من الفوق، ولكن ما كلفش راسو يغوت حيت عارف انه ما غاديش تسمعو. في هذيك اللحظه ليبوس جا مره اخرى واعتذر حيت ما جابش المناضه. ويندام فرح باش يكمل يعلمه وسولو واش ما كيفكرش يخرج من تما. ليبوس شرح ليه انه ما مسموحش ليهم يخرجوا من هذه البلاصه اللي كيقولوا ليها القصر. ويندام قال ليبوس ان الينا حامله واقترح عليه يهربوا بجوج ويبداو عائله. ليبوس وافق وقال غادي يرجع ملي نعسوا الدراري. الينا سمعت الكلام ديالهم وتاثرت بزاف، ولكن قطعهم واحد الراجل اللي جا ود ليبوس من تما. في العشيه ملي كانت الينا كداوي الجرح ديال ويندام، الجرح تشقق وبانت فيه عين، ولكن هذا كان غير حلم. في العشاء فاجأت الينا ويندام حيت سولاتو على العالم الخارجي. بدا كيهضر ليها على الحريه وكيشرح ليها شنو هو تشيز برجر. اعترف ليها انه غادي توحش الهدوء اللي كيعيشوا معاه الا خرجوا من هذه الحفره. الينا شاركت معاه ان الام ديالها كتقول ان الصحراء ديالهم والعالم الخارجي غير سراب، يعني ماشي حقيقي. باش يقنعها ويندام جبد الكاميرا ديالو وبدا كيوريها التصاور ديال الكسوف. بالخطا تطلق فيديو صغير فيه موسيقى من الراديو ديال الطوموبيل. الينا اللي اول مره كتسمع الموسيقى ضحكات وطلبات يعاود ليها الفيديو. في ديك الليله حلم ويندام بالعافيه والدراري كيغوتوا. الصباح فاق ويندام ملي سمع الينا كتغوت. الجثه ديال ليبوس كانت معلقه فوق الحفره. الينا بدات كتعاير الدراري بلغتهم، ولكن في واحد اللحظه قالت لهم بالانجليزيه ان الاخوان ما كيديروش بحال هكا. ملي حاول ويندام يعزيها حملته مسؤوليه الموت ديال ليبوس، وهنا اكتشف ان بزاف من الدراري راهم ولادها. الينا خدات خشبه وبدات كتضرب فيه. بقى ويندام محبوس في القفص لمده شهور. الينا كتجي غير باش تعطيه الماكله، والدراري اللي كيبانوا فوق الحفره ما مسوقينش ليه واخا كيعيا ما يغوت. واحد النهار فرح ويندام بزاف ملي شاف واحد المتسلقه ديال الجبال تما. بدا كيعيط عليها باش تعاونو ووعداتو انها غادي تجيب المساعده ومشات، ولكن الدراري لقاوها وقتلوها بوحشيه. ويندام ما قدرش يتحمل وبدا كيضرب القفص ديالو بعصبيه. الينا ما مسوقاش ليه. في واحد الليله نزلوا الدراري كاملين للواد. واحد منهم جاب لويندام خوخه كلاها هو كيبكي. من بعد بداو الدراري كيديروا طقوس غريبه، بداو كيشطحوا حدا العافيه والينا كتقول لهم ولادي. من بعد غطات عينيها بورق الشجر والدراري غطاوها بمالطه وخواو عليها الدم. وهو كيشوف هذا الشيء ومخلوع. ويندام بدا كيستوعب الحقيقه. الدراري كيجيبوا الرجال الحفره والينا كتغريهم باش تولد منهم ولاد جداد. هاد الطائفه العجيبه تاسست على يد الام الاولى، والعلامات ديال الدم اللي في الحيط هي تسجيل كل ام من هاد السلاله. الدراري اما ولاد الينا ولا خوتها، وملي الرجال ما كيبقاو صالحين كيقتلوهم وكيدفنوهم. هادشي اللي خلى الارض انها تكون خصبه، وهو السبب علاش ويندام لقى اغراض شخصيه مدفونه في ديك البلاصه. من بعد جابت الينا لويندام واحد المالطه، حاول يستغل الفرصه ويقنعها. وعدها انه غادي يتصرف مزيان وعرض عليها يولد معاها الولاد،
وقال لها انه يقدر يقريهم ويبني عائله حقيقيه معها. استعمل كلام رومانسي باش يحاول يكسب التعاطف ديالها، ولكن الينا كشفت الخطه ديالو وقالت ليه بروده انه عمره ما كان عنده الاختيار، وقالت ليه انه مخليها في القفص غير كاحتياط حتى يتولد الجنين. ايام من بعد الينا حست بالم الولاده، حست بان شي حاجه ماشي طبيعيه، فجرت باش تخرج ويندا من القفص وقالت ليه ان هادشي عمر ما وقع ليها من قبل. وافق ويندام انه يعاونها، ولكن ملي كان كيعاونها باش ترجع من الدار شاف الدراري واقفين فوق الحفره والسلوم رجع بلاصتو. ملي شاف الفرصه خلى الينا وبدا كيجري للسلوم وخلاها تولد بوحدها في الارض. ملي قرب يوصل سمع الغوات ديال الجنين وتوقف. الاحساس بالذنب والفضول خلاه يرجع. لقى الينا هزه بيبي صغير وخلاته يهزو شويه. من بعد خدات الينا البنت وقالت ليه انها غادي تكبر وتولي الام الجديده. شكرته على التعاون ديالو، ومن بعد عطات الاشاره للدراري اللي قربوا منه وقطعوا عليه العنق ديالو بلا رحمه. الجثه ديالو بقات تما حتى بدا الدود كياكلها. من بعد الينا جمعات الحوايج ديالو وحطاتهم في صندوق مع حوايج الرجال اللي جاو قبل منه. كنلاحظوا بلي سكات رجع للحفره وانهم كيوجدوا الضحيه اللي جايه من بعد، وكما كيقول المثل ديالنا ما دير خير ما يطرى باس.